نوعا ما بتسجيل هدف مبكر. ربما من حظنا نحن نشاهد هذه المباراة، كان هناك محاولة لردة فعل الرومانيين، وبالمقابل يعني اليونانيين وجدوا فراغات واستغلوها بشكل جيد. كانوا أكثر تحرر من صراحة من مباراة التصفيات، رغم أنها مباراة مصيرية من شوطين، شوط في اليونان وشوط في رومانيا، لكن يعني ربما اليونانيين أيضا أحسوا داخل الملعب على أن ربما هناك ضربة اليوم ممكن أن يقوموا بها، حاولوا حتى ربما إنهاء المنافسة اليوم من دفاعهم إلى آخر دقيقة لمضاعفة النتيجة. سجلوا هدف ثالث، وأظن أنها نتيجة جيدة جدا، يعني عطفا على قوة اليونان الدفاعية وكيف يلعب دفاعيا وكيف يحافظ على شباكه خصوصا عندما يريد ذلك. يعني لا أعلم سعيد وكذلك ألا إن كنتما تتفقان معي، وأن اليونان اليوم لم يقدم ذلك العرض الدفاعي الذي تعودنا به في مباريات سابقة، خاصة في الشوط الثاني شاهدنا المنتخب اليوناني بالرغم من تقدمه بهدفين هدف يجازف يتقدم أكثر للأمام، وكأنه أحس للحظات وأنه أقوى من منتخب رومانيا، وعليه أن يستغل هذه السهرة ليحقق أكبر فارق قبل الذهاب إلى بوخارست يوم الثلاثاء القادم. نعم، أعتقد أنهم نجحوا في القيام بما هو أصعب. المدرب وجد توازنا بين الفريق، ليس فقط الدفاع ولكن أيضا خلق الخطر للفريق المنافس، وخاصة في الشوط الثاني، لأنهم حتى من تقدم من 3-1 وصلوا لعبهم الهجومي وسجل هذا الهدف الثاني بتمريرة ممتازة من كاستونيس، تحويل اتجاه الكرة ميتروغلو لكي يسجل هذا الهدف، وهو ليس هدفا سهلا، أن الكرة كانت مرتدة.